يا مساء الفل او صباح الفل حسب التوقيت اللي بتشوفيني فيه. النهارده انا حابه اعمل معاكم كفته بانيه بطريقه مختلفه شويه وموفره جدا جدا. هنا عندي بصلتين مفرومين ناعم، وعندي لحمه مفرومه اقل من نص كيلو. هنزل عليها بنص كميه البصل اللي معايا. البصلتين دول متوسطين مش كبار. وهنزل عليها بالبهارات، هنزل ب كبيبة صيني و7 بهارات، بس دول اللي استخدمتهم المرة دي في الكفتة. كمان لو كان عندي جوز الطيب كنت حطيتها، بس انا ما كانتش عندي. هحط عليها شوية ملح مش كتير علشان انا لسه هستخدم الملح تاني، وشوية برضو من الفلفل الاسود برضو لسه هستخدمه تاني. وهبدأ اعجن الكفتة كويس قوي مع البصل، بحيث انها كلها تشرب من البصل والتوابل، اللحمة ما تشرب من البصل والتوابل. هنا بقى انا عندي حلة على النار فيها معلقة سمنة بلدي، هنزل فيها بباقي البصل اللي كنا سايبينه. ونزلت بشوية ملح وشوية فلفل اسود على البصل بتاعي، هتبله بيهم برضو. هنا البصل بقى كان دبل معايا. هنزل بالمكون بقى السر بتاع الخلطة دي كلها او بتاع الوصفة دي، هي معلقتين دقيق يكونوا كبار هرميين، وهقلبه كويس في البصل بحيث ان البصل يتغلف كويس بالدقيق. وهنزل كمان بعد ما البصل والدقيق يتحمروا حلو، هنزل عليهم بربع كوباية مية وهعجن، هتشوفوها دلوقتي. دي ربع كوباية المية. طبعا لو الدقيق بتاعك احتاج اكتر عادي، بس انتي نحط بالمعلقة مش بالكوباية علشان ما يبص مننا. انا عايزاها عجينة، عجينة متماسكة. وهطلعها احطها في طبق ترتاح شوية، وهبدأ انزلها على اللحمة بتاعتي تهدى بس شوية، مش لازم تبرد قوي يعني. وهبدأ اعجن اللحمة كويس قوي مع عجينة الدقيق دي. هنا اللحمة كانت اتعجنت معايا، كنت بوريكم هي اتعجنت معايا ازاي. هسيبها بقى ترتاح شوية في التلاجة تتشمع يعني. وهطلعها واعملها بالبيض والبقسماط. هنا كانت العجينة طلعتها من التلاجة معايا. هنا بيضة فيها شوية لبن وضربها، وحط عليها كمان شوية فلفل، وطبق فيه شوية زيت عشان امسح بيه ايدي قبل وانا بصبع اللحمة. بوريكم اللحمة انها اتشمعت كويس في التلاجة. على فكرة انت ممكن تعمليها من بالليل العجينة دي، وتاني يوم تبدأي تعمليها بالبيض والبقسماط، هتريحك برضو، هتبقى حاجة سهلة لو هتعملي مثلا عزومة. وخاصة ان الكفتة دي بترمي كمية كبيرة، تعمل كمية كبيرة. وممكن تكتريها اكتر، ان انتي تكتري الدقيق وتعجنيه بشوية مية اكتر، وتزودي دايما المية بالمعلقة بحيث ان هو يعمل معاكي عجينة. هنا هحطها في البيض وبعدين البقسماط. ميزة العجينة بتاعة الدقيق دي كمان ان هي بتخلي الكفتة من جوه هشة جدا وناعمة جدا معاكي. مش بس هي موفرة، لا هي كمان بتخلي الكفتة طعمها مميز، يعني طعمها حلو قوي.
هنا انا هقلب بقى الكفتة في البقسماط بس بالراحة، مش هضغط عليها، مش زي مثلا لما كنا بنعمل في البانيه او في البفتيك. لا، احنا هنعملها بالراحة خالص عشان الكفتة تكون هشة معانا. وهنا انا كنت خلصت الكمية كلها بتاعتي وحمرتها وطلعت بالشكل ده. عايزة اوريكم بقى الكفتة من جوه ازاي بتبقى ناعمة جدا، وكمان ناعمة قوي من جوه وطرية. لو عجبك الفيديو ياريت لايك وسبسكرايب للقناة.